فارق بين الثائر والبلطجي. البلطجي الذي يعتدي على المؤسسات ويحرقها لا يستحق ابدا الدفاع، بل يجب تفعيل القانون بكل وضوح وبكل صراحة. وزارة الداخلية من 5 أيام وهي تواجه حرب، والمجلس لا يملك الا لجانا وكلمات. احنا عايزين ناخد بصراحة موقف. نمرة 1، نعطي لوزارة الداخلية الحق في الدفاع الشرعي بمسافة معينة، كما قيل من يجتاز هذه المسافة يتم بتفعيل القانون فورا وإلا البلد هتسقط. دي نمرة 1. نمرة 2، قانون لتنظيم المظاهرات. هاتوا لنا القانون الامريكي والبريطاني بتاع ماما امريكا، عايزينه ده، لكن يبقى في حتت معينة تتعمل فيها المظاهرات وبترخيص معين. يا جماعة احنا محاصرين في مجلس الشعب، كل يوم مظاهرات، احنا بنخرج من الابواب الخلفية. اعضاء مجلس الشعب اللي مفروض صوت الشعب اللي جاءهم بانتخابات حرة مش قادرين يطلعوا لغاية دلوقتي من البرلمان. هم عايزين ايه؟ عايزين يفككوا المؤسسات. كل يوم يطلع لنا اشعار جديد. مين اللي بيزق دول؟ ابحثوا عن القوة الخفية والمعلنة في نفس الوقت التي لا تريد مؤسسة ولا تريد مجلس شعب ولا عايزة اغلبية محترمة جاية من عند الناس ولا بلد قوي. احنا بقت صورتنا بره فضيحة. الثورة بتتخطف مننا لعملاء الامريكان، لعملاء الامريكان، لعملاء الامريكان، لعملاء الامريكان والصهاينة اللي مش عايزين مصر ولا عايزينها. اسكت، ما تنطقش. لا تقاطع. عملاء امريكا، لا تقاطع. لا تقاطع. عملاء امريكا اللي بيحرضوا بالبرادعي واللي بيحرضوهم لا لا تذكر اسماء يا استاذ مصطفى. لا لا تذكر اسماء. ومش هنسكت ومش هنفرط في مصر. واللي عايز تحذف كلمة يا استاذ مصطفى. اجلس يا استاذ مصطفى. لما يجي دورك هقول لك لما يجي دورك. لما يجي دورك. حاضر، انا ماشي بالدور. حاضر ماشي. طيب ايه المطلوب مني؟ ما كلهم عايزين دقيقة. انتظر انتظر. حاضر حاضر حاضر. سأعطيك دقيقتان وليست دقيقة واحدة، دقيقتين. هاني أباظة. هاني أباظة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا ريس. حاضر. طبعا الموقف اللي حاصل دلوقتي